السلام عليكم عسولات الحلوين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف ومليون خير وأنتم عم تشوفوا هذا الفيديو اليوم مختلف عن كل الفيديوهات يلي بنزلها. حبينا هيك إنه نتسلى ونغير شوي من روتينات الفيديو اللي بنزلها بالعادة، فخلونا نبلش تقييم. Let's go. خلونا نبلش بالممثلة. عندي مبيعة كمان اجت على حفل خطوبة بيسان. هلأ كشعراتها حسيت صراحة انه كتير عاديين على هيك حفل، وحتى الفستان كمان كتير عادي، والميك اب كمان عادي. فبعطيها 5/10. وانتو قديش تعطوها؟ خلونا ننتقل لإطلالة شهد وسيامند. بصراحة كتير حبيت فستان كتير حلو سمبل، والمكياج كان بيجنن كمان. بس بحس كمحجبة انه الفستان شوي انه ضيق، ومو هو حلو بس انه ضيق، وانه هي محجبة يعني بالنهاية، فمو ظابط انه مع الحجاب وكذا. في كتير فساتين حلوين للحجاب وبياخدوا العقل احلى من هيك، فبعطيها 7/10 صراحة. خلونا ننتقل لإطلالة ميريانا. بصراحة الفستان أبدا مو حلو، ولا حتى مناسب عليها، ولا إنه شي لابق لها يعني، ولا من الطرفين، لا الفستان حلو ولا حتى إنه صاير حلو عليها إنه لابق لها. فبعطيها 5/10. والمكياج أبدا بعطيه 0/10، لأنه أبدا مو لابق لها، وهي عيونها صايرين ما شاء الله كبار، فما بعرف شو يعني عاملة بعيونها هيك، حسستن إنه طلعوا لبرا عيونها أكتر، فما حبيت. خلونا ننتقل لإطلالة أميرة الحسين. بعطيها تقييم 3/10 للفستان، لأنه أبدا مش ستايلي ولا حلو، ولا فيه أي شيء يعني إنه هيك ملفت، يعني كتير عادي جدا، فما حبيت. والمكياج والشعر بعطيهم 7/10، لأنه هي سمرة، فاللون أبدا مو لابق لها، حتى لونه أبدا مو حلو، فيب بعطيها 7/10 للشعر والمكياج، و3/10 للفستان. وخلونا نشوف الإطلالة اللي بعدها، إطلالة شهد خطيبة شيرو. بصراحة كتير حبيت شعراتها والميك اب، والفستان بياخد العقل عليها، كتير لابق لها صراحة، وذوقها كتير بحبه أنا وبيعجبني. فقيم فستانها مع الميك اب مع الشعر 10/10 صراحة، ستايلي ومودي. فأنتوا قديش قيموا الفستان؟ اكتبوا لي بالكومنت. خلونا نشوف الإطلالة اللي بعدها، إطلالة نارين بيوتي. بدي أحكي بكل صراحة تمام، أنا نارين بحبها كتير صراحة، ومن زمان إنه بتابعها، بس كرأي شخصي إنه فستانها كتير أوفر. هلأ تمام حلو ما اختلفنا، بس كتير مأوفرة فيه يعني. بكل صراحة ما حسيته فستان، حسيته بدلة رأس، مبين جسمه منه كتير، فلا ما حبيت. ولسه الشعر أبدا 0/10. ليش؟ لأنه تمام هي بتحب تعمل أشياء مجنونة، وبتحب تعمل شي جديد، وكلنا بنحب إنه نغير ونعمل شي جديد، بس بنفس الوقت بنحب إنه نعمل شي يلبق لنا، مو خلص اللهم نمشي ورا الأجانب، ورا التقليد أو ورا الموضة. خلص أنا بحب شي يلبق لي، شي إنه حبه يصير علي حلو، مو إنه لا. أبدا ما حبيت الشعر ولا حبيت الفستان، وبعطيها لنارين 5/10. اكتبوا انتو قيموا بالكومنت قديش بتعطوا نارين من 10. وأخيرا وليس آخرا، خلونا نشوف إطلالة لبيسان والفستان قديش نقيمه. صراحة كتير فستانه حلو ولابق له، وحبيت، بعطيها 8/10. وهلأ خلونا ننتقل لإطلالة بيسان وخطيبها محمود. بصراحة أول مرة بحب إنه شي على بيسان، بيجنن بيعقد الفستان، بياخد العقل، كتير جوي وأجواء، كتير حبيت.
كتير حبيت صراحة. الفستان كتير حلو وما عليه أبدا حكي ولا غلطة، حتى بيسان كتير بتاخد العقل، والشعر كتير كيوت طالعة مثل الأميرة ما شاء الله عليها. فأكيد يعني حأعطيه 10 من 10 وبتجنن طالعة. وهلأ خلونا نقيم مين كان أحلى بالخطبة، نارين بيوتي أو بيسان إسماعيل. رح أقول رأيي الخاص وقيم من وجهة نظري إنه الصراحة وبكل صراحة التنتين كانوا أحلى من بعض بكل صراحة. دخلت حياتي بوقت كنت ضعيفة فيه، غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير، وبقيت مهم عندي عارف قد ايه، خلتني أحب الحب لا وكمان بغي، غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف أحس. تمام، وكل وحدة إلى جوة وكل وحدة إلى مودة وكل وحدة إلى ستايلة. فأنا كتير حبيت اللوك الاثنين، لأنه بصراحة كتير صعب إني اختار وحدة منهم، لأنه كل وحدة كانت أحلى من الثانية بخطبتها. وبس والله انتو شو رأيكم؟ كتبوا لنا بالكومنتس إذا نارين كانت أحلى بخطبتها أو بيسان إسماعيل. ولهون بيكون خلص الفيديو، إن شاء الله تكون حبيتوا واستمتعتوا فيه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، وإذا أول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة. أحبكم كميات، سلام.